جبت لكم بقى اللي هيجيب من الاخر، دكتور اقتصاد قد الدنيا، دكتور علي الإدريسي معانا. امتى نقول ان الاقتصاد العالمي يبتدي يفوق وينتعش؟ لان ده كده كده هيرجع علينا برضو احنا كمان. بالظبط، توقعات كلها بتقول يمكن من بداية 25 تبتدي الدنيا تتحسن بشكل اكبر بكتير من 24. ده يمكن توقعات، راعي ان التوقعات دي مرهونة بان الازمات دي تبتدي حدتها تقل، يعني الازمات والصراعات دي تبتدي الامور تهدى فيها، تبتدي تستقر. ده الرهان الرئيسي. لكن اي توقعات اقتصادية بمعزل عن الصراعات السياسية والامنية بتحصل يبقى كلام يعني مش صحيح. الفكرة كلها مرتبطة بان يحصل الاستقرار السياسي والامني في معظم دول العالم او دول الصراع عشان نبتدي نقول ان في استقرار اقتصادي. لكن في الوضع الحالي كل الاقتصاد العالمي متضرر، كل الدول متضرره بنسب متفاوته، لكن في النهايه مفيش مواطن في العالم كله لما تيجي تقول له والله طب هي 2019 ولا 2023، يعني اكيد كل واحد اتاثر. وبرضه راعي برضه حاجه تانية، في اي ازمه زي ما في خسران في كسبان، زي ما في ناس خسرت في ناس تانية كسبت. لا، في ناس طبعا كسبت وفي حققت مكاسب كبيره جدا. يعني انت عندك دلوقتي ابسط حاجه في اي صراع، تجاره السلاح مثلا على سبيل المثال، ما ده اكتر واحد مستفيد. الممارسات الاحتكاريه اللي ممكن تكون موجوده او تجار للسلع اساسيه او سلع غذائيه، اكيد مع الضوابط والقرارات اللي احنا شفناها لما دول مثلا بتقلل من انتاجها على مستوى العالم لقمح مثلا ولا لحبوب ولا ما اكيد التجار اللي بيبقى عندهم مخزون او بيزرعوا الحاجات دي بيقدروا ان هم يستفيدوا. راعي ان دي كلها بتحقق مكاسب، بس مكاسب فرديه. لكن انا بتكلم على مستوى معظم المواطنين على مستوى العالم ومعظم الشعوب اكيد خسروا من اللي بيحصل ده كله. وانا ليه حاسك كده بتقول ايه يعني في 24 زي هند صبري في الفيل الازرق كده، لا تخافوا ولكن احذروا؟ طبعا احذروا من ايه؟ احذروا من الارتفاعات في الاسعار والتضخم، ده نقطه اساسيه لازم تخلي بالك منها. مش هقول 24 بس، هقول دايما لازم تخلي بالك من حاجه زي كده. ان انت تصرف وتبتدي ان انت ما يبقاش عندك شوية افكار مرتبطة باولويات استهلاكك، ده وضع ما بقاش صح. لان الاقتصاد مش هقول برضه في مصر، في العالم كله الدنيا اتغيرت، سلوك المستهلكين عموما ابتدى يتغير. لازم ترتب اولوياتك علشان تقدر ان انت تتعايش مع ازمات وصدمات متتالية. مين كان يصدق ان في 2020 الناس كلها تقعد في البيت عشان الكوفيد؟ وبعد كده مين يصدق ان يحصل الحرب الروسية الاوكرانية؟ ومين يصدق؟ يعني احنا بنشوف في خلال ال4-5 سنين اللي فاتوا مجموعة من الأزمات والصدمات ما كانش حد في العالم كله يتخيل ان ده كله يحصل ورا بعض. واحنا ما فيش سنة او سنتين وبتلاقي أزمات، ووارد جدا ان انت في المستقبل تشوف أزمات وصدمات اكتر. ما حدش يقدر يعلم الغيب الا الله. فبالتالي لازم تبقى عامل حساباتك ان الوضع العالمي حتى ككل لا، في مشاكل كتيرة جدا وفي صدمات كتيرة جدا بتأثر علينا. الدولة والحكومة بتحاول ان هي تتعامل مع الأزمات دي، لكن انت برضه جزء من الموضوع. ما تعزلش نفسك، انت بدأت بنفسك الاول ورتبت اولويات استهلاكك، هتقدر ان انت حتى تتماشى مع الظروف دي. طب بمناسبة النصيحة وانت تنصح، وبما انك برضو دكتور كده وراجل اكاديمي واقتصادي وبتاع، تنصح الناس بايه في 2024؟ رتب اولوياتك، فقه الاولويات. زي ما انت كتير مننا بيقول للحكومة رتبي اولوياتك ومش وقته المشروع دوت ولازم كنتوا تعملوا الموضوع دوت والكلام الجميل ده، لا، ابدأ بنفسك وشوف انت فعلا بترتب استهلاكك بالطريقة الصح ولا لا. السلع اللي فيها رفاهية او كمالية لازم تعيد حساباتك فيها مرة تانية. لازم تحاول تزود استثمارك بأي طريقة مشروعة. ودلوقتي بقى في أفكار كتيرة جدا بقت موجودة على الساحة، وكمان الناس بقت بتتبادل الخبرات. يعني في ناس كتيرة دلوقتي بتطلع على السوشيال ميديا وبتقول نصايح مهمة جدا. دور ان انت تاخد معلومة كويسة تقدر تفيد. كل واحد فينا عنده موهبة يقدر ان هو يستفيد منها. الموهبه دي ممكن تبقى في التسويق، ممكن تبقى في انتاج سلعه معينه، تقديم خدمه معينه. لو انت مدرس تقدر تعمل قناه على اليوتيوب مثلا وتقدم فيها معلومات. لو انت بتاع تسويق تقدر تروح شركه وتشتغل في التسويق من حتى وانت في البيت. بنشوف فرص كتيره جدا، بس هو انت دورت، انت سعيت ان انت فعلا تعمل دوت، ولا انت بس مكتفي بال 5000 6000 اللي احنا بنتكلم عليهم وخلاص انت عمال بتندب حظك؟ والحكومه والدوله، الحكومه والدوله عليها دور، لكن برضه ما تنساش نفسك من الحسبه.
ايه اسلم حل مع التعويم؟ التعويم بشكل صريح جدا ارتفاع في الاسعار، محدش يقدر ان هو ينكر دوت تاثير مباشر. بالرغم من ان الناس مسعره سوق سودا اوريدي. بص هتلاقي سواء تاثير مباشر او غير مباشر في ارتفاع في الاسعار، والارتفاع في الاسعار ده نوع من انواع العدوى. يعني بمعنى لو انت تاجر لسلعه معينه حتى لو ما اتاثرتش بالدولار انت هترفع، لان في سلعه تانية انت حتى بتستهلكها ارتفعت، فالغلا ده زي ما بنقول كده عدوى. فهتلاقي اكيد موجه تضخميه ارتفاع اسعار في كل السلع. انت تعمل ايه؟ جزء من الموضوع ان انت طبعا لازم يكون عندك المدخرات اللي انت يعني الى حد ما محافظ عليها، سواء كان في ذهب في دولار في عقار. ده جزء من الاحتياطات اللي انت بتاخدها علشان القرارات اللي من النوع ده حاجه. الحاجه التانية وده موضوع لازم كلنا نتكلم فيه ونأكد عليه، وعيك الاستهلاكي، ترتيب اولوياتك. انت محتاج تشتري ايه دلوقتي وايه اللي انت محتاج ان انت تأجله. ما ينفعش الافكار والاشكال اللي احنا بنشوفها من محاكاة وتقليد، واقعد اقلد اصل فلان جاب تلفزيون جديد، اصل فلان جاب ثلاجة جديدة، اصل انا عاوز اغير التليفون، وفي النهاية الاقي نفسي بصرف الافات على سلع انا كان ممكن ان انا اوفر الالافات ديت وادخلها في حاجة لازم الشاشة السمارت. ما هو الناس تقول علينا ايه؟ ما هي دي بقى مشكلة. وعلى فكرة هتلاقي حتى زي يعني العروض ونشوف في هايبر ماركت كبيرة نلاقي الناس واقفة طوابير، اصل في عرض على التلفزيون 65 بوصة. طب بذمتك ما وقفتش طابور منهم قبل كده؟ بغض النظر هل انا امكانياتي تسمح ان انا اغير ولا يعني بالزبط. هي دي الفكرة، انا دخلي كام علشان اخد قرار زي دوت. يعني انت لما تجيب تلفزيون ب 15,000 جنيه ولا 20,000 جنيه وانت اساسا مرتبك الشهري 10,000 جنيه، دي كارثة. انت في النهاية هتفضل مديون لسنة قدام لسنتين قدام. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ هل هي حاجة تستاهل وتستحق منك ان انت تفضل مديون لسنين كبيرة؟ لا. وفي نقطة، ده انت بقى بتلاقي نفسك مديون عشان جبت تلفزيون وعشان جبت تلاجة. لو واحد بيجهز ولا واحد بيتجوز هقول لي عذره، لكن في النهاية انت الحاجات دي اساسا موجودة عندك. لكن انت عشان ما ينفعش تقعد مع جيرانك ولا مع صحابك على القهوة وما تقول لهمش انا جبت التلفزيون الفلاني والتليفون والمش، ده كلام للأسف الشديد احنا بنشوفه ومش عارفين حتى نعالج نفسنا منه. طول ما انا عندي فقه الاولويات وبرتب اولوياتي بشكل صحيح، انا كده بحافظ على مدخراتي وبحافظ على دخلي وبحافظ حتى على ان اولادي يبقوا في مستويات حتى معيشة افضل. يعني بدل ما انا بضيع لي 10 15 20 الف جنيه في ان انا غيرت كذا سلعة استهلاكية ما لهمش يعني لازمة قوي، ممكن احسن مستوى التعليمي بتاع ولادي، اوديهم مدرسه احسن من اللي هم فيها بفرق الفلوس دوت. ممكن ابقى مأمن نفسي من مخاطر كتيره، علاج ولا مرض والعياذ بالله ممكن الواحد يتعرض ليها. دي كلها حاجات لازم ابقى حاططها في دماغي، مش بس تفكير ان انا افرح يوم ولا اتنين بتلفزيون جديد او تليفون جديد. طب يا دكتور، الناس حاطه برضو حاجه تانية في دماغها، الاسعار اخرها فين؟ يعني امتى نبتدي نقول ان الاسعار ابتدت تنزل؟ الفكرة كلها ان احنا في 24 اكيد يعني ما ننتظرش ان كل الارتفاعات دي كلها هتبتدي تقل. يمكن من 25 او 26 تبتدي تدريجيا، مش بنقول بتقل لكن بنقول ان هي يحصل فيها نوع من انواع الاستقرار بعد الشيء. هي الرهان في ايه؟ في ان معدلات الزياده في الاسعار ما تبقاش كبيره جدا. يعني يبقى في فرامل او يعني تهديه. بالظبط. يعني بدل مثلا ما حضرتك كنت بتشتري منتج السنه اللي فاتت ب 100 جنيه فتلاقيه السنه دي ب 200 جنيه، كده زادت 100%. طب السنه اللي بعديها بقت 220. هو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل له، ان معدلات الزياده دي تبقى قليله، معدلات التضخم تبقى قليله، وبالتالي انت تقدر تشتري حاجات اكتر بالفلوس اللي معاك. لكن هي المشكله اللي احنا شفناها في 23 كانت ايه؟ ان انت شايف ارتفاعات كبيره جدا بتحصل في كل السلع والخدمات اللي انت مهتم بيها. وعلى فكره المشكله الاكبر ان كانت كلها او معظمها سلع اساسيه. احنا بنتكلم على سكر، بنتكلم على زيت، بنتكلم على حاجات كتير، بصل، حاجات كتير اساسيه ما اقدرش ان انا استغنى عنها كمواطن بغض النظر عن مستوى دخلي. سؤال مش شامخ جواني كده لدكتور علي الإدريسي، الذهب حتى مع ارتفاع سعره نشتريه؟ الذهب هيظل دايما ملاذ آمن مع الصدمات والأزمات والمشاكل، وحتى يعني انت بتحافظ على نفسك ومدخراتك من أزمات كبيرة جدا. وعلى فكرة كل المؤسسات المالية ورجال الأعمال الكبار كل دلوقتي نصايحهم ان انت لازم يبقى جزء كبير من مدخراتك الذهب. طيب هتلاقي الفترة ديت ويمكن فترات سابقة تقلبات في الأسعار، عمال شوية يزيد وشوية يقل، لكن الاتجاه العام لما تيجي تاخد مثلا سنة زي 2023 هتلاقي ان هو زاد بأكتر من 75 76% تقريبا، وفي بعض التقارير التانية كانت بتقول ان هو اكتر من كده. لكن خلينا نقول متوسط ان الارتفاع دوت كاتجاه عام. لكن انت لما تيجي تاخد اسبوع معين او شهر معين في السنه هتلاقي تقلبات انخفض شويه ارتفع.
لازم وانت بتجيب الذهب تبص عليه في فتره زمنيه طويله، وتبقى حاطط في دماغك ان انا حاطط مثلا 100,000 جنيه دولت في الذهب، لكن سايبهم سنتين سايبهم 3، كده كده قيمته هتفضل موجوده، هيفضل محافظ لك على المدخرات بتاعتك. طيب انا عاوز اشتري، راعي وانت عاوز تشتري ان انت تشوف الفترات اللي بيحصل فيها تقلبات، واول لما يحصل انخفاضات تكون ملموسه ابتدي ان انت تشتري. ومش لازم تشتري حتى يا سيدي بكميات كبيره، يعني ابتدي كل ما يجي لك مدخرات جزء منها حولها لذهب، 10% منها، 20%، 30%، على حسب احنا بنتكلم على مبلغ قد ايه، لغايه لما بعد فترات طويله هتلاقي ان انت جمعت جزء مش قليل. وكمان دلوقتي توفر فرص جديده، يعني عاوز اقول ان دلوقتي في البورصه بقى في حاجه اسمها صندوق استثمار في الذهب تقدر ان انت تخش فيه، عندك الجنيهات الذهب، عندك السبائك، هتقدر ان انت تشوف تنوع كبير جدا تقدر ان انت تتحرك عليه. وفي النهاية انت بتحافظ على مدخراتك، ويظل الذهب يعني ملاذ آمن على مدار العصور، وهيفضل كمان مع صدمات وحالة عدم يقين ومشاكل كبيرة جدا شايفينها على الساحة الدولية وأكيد بتأثر على الساحة المحلية، يظل طبعا الذهب رقم 1 من الملاذات الآمنة. نقدر نقول على سنة 2024 سنة الذهب بلا منازع؟ أكيد، بس ده كمان مش كلامي، يعني مجلس الذهب العالمي كان توقع الذهب هيزيد العام الحالي يمكن بأكتر من حوالي 6%، واحنا هنا بنتكلم على سعر عالمي. راعي ان السوق المحلي مع قرارات تعويم ممكن تبقى موجودة مع اي متغيرات، فهتلاقي ان السوق المحلي الارتفاعات فيه ممكن تتخطى الرقم ده باضعاف، وبالتالي الذهب طبعا يعني، وكمان راعي الظروف السياسيه والامنيه اللي المنطقه كمان بتشهدها والعالم بيشهدها. يعني انت عندك الازمه الروسيه الاوكرانيه ما زالت مستمره، مع يعني يمكن مثلا احنا في الاعلام شويه ما بنتكلمش عنها، لكن لا ما زال الصراع موجود. عندنا طبعا حرب غزه، يعني ربنا ينصر يعني اهلنا في فلسطين، والسودان برضه ما زالت مستمره، السودان فيها برضه شويه، ليبيا برضه، دي كلها صراعات اكيد بتضغط على الاقتصاد العالمي، بتضغط على توجهات الاستثمار. فتلاقي جزء كبير من المستثمرين بدل ما هو عاوز يعمل شركه ولا مصنع يقول لك ايه، طب ما انا احطهم في الذهب بقى في جنب بقى اليومين دول، خليه احط جزء كبير من الذهب، بلاش اعمل توسعات. فده برضه بيضغط على الاقتصاد العالمي، وبيخلي حتى في نوع من انواع الانكماش او حجم انتاج العالم من السلع والخدمات بيبتدي ان هو يقل شويه. يعني الناس خلاص زي ما انت بتقول كده ابتدوا ايه يكنوا شويه كده اهوت، فده بيخلي طبعا الذهب هو يعني نجم العام الحالي يعني 24. عندي مصدر دخل بالدولار ومعايا ذهب، اجيب ده ولا اجيب ده؟ حافظ على الاثنين طبعا يعني، لكن دايما هو الذهب رقم 1، لان برضه راعي ان الدولار مهما كان هو في الاول وفي الاخر عمله، يعني ليها مؤشر ده بيزيد في اوقات وبيقل في اوقات، حجم التقلبات فيه بتكون يعني اقل بكتير جدا من اي عمله تانية، لكن دايما الذهب هو يعني رقم 1. لكن لو انت اوريدي متوفر معاك الدولار ومتوفر معاك الذهب فحافظ على الاثنين. لكن احنا بنتكلم على حد معاه مدخرات بالجنيه وبيبتدي ان هو يفكر فيها، لكن الذهب والدولار الاثنين طبعا يعني ملاذات امنه، والاثنين يعني اهم من بعض، لكن لفترات طويله جدا دايما الذهب هو يعني الاساس في الموضوع. بتنصح بالعقار حتى مع ارتفاع سعره؟ العقار دايما يعني جزء من الملاذات الامنه، بيقدر يحافظ على العمله، تقدر ان انت تستفيد منه حتى لو اجرته بعد كده او حتى بعته بشكل او باخر بعد سنه وسنتين، اكيد قيمته بترتفع. العقارات دايما ما بتخسرش، لكن الفكره كلها انا بشتري عقار فين، معدلات نمو المنطقه عامله ازاي. لما حد بيشتري عقار في اكتوبر غير لما حد بيشتري عقار في فيصل، لازم نبقى عارفين معدلات الزياده بتحصل في الاسعار ازاي، وحجم الطلب قد ايه، وحجم المعروض، امتى اشتري وامتى ابيع، دي كلها تفاصيل لازم تبقى عندك. لكن فكره ان هو اي عقار وخلاص ده كلام غلط، لازم ابقى دارس انا بشتري ايه وبشتريه امتى وهحط فلوسي فين بالظبط. طبعا لكن هو تلاقي ناس ايه يقول لك في عقار غلي 100% وفي عقار تاني في نفس الوقت بس غلي 20 او 30%. ايوه، لان انت لازم تبقى عارف هتشتري امتى، في الصيف ولا في الشتاء، هتبيع امتى، هل انت حاطط فلوس انت بتحرق السعر لان انت بقيت محتاج فلوس، ولا انت كنت حاطط فلوس اضافيه عندك او فلوس مش محتاجها فبالتالي بتبيع براحتك. دي كلها تفاصيل لازم يبقى انت عندك الدرايه بيها كلها. هو انا لو حطيت فلوسي في شهاده وخدت قرض بضمان الشهاده دي في البنك، وخدت فلوس القرض دي وحطيتها في شهاده تانية، انا كده بكسب؟ انت كده انصح من البنك يعني هو يعني هو دلوقتي البنك دوت فاتح علشان انت حضرتك تاخد شهاده ب 20%، فهتاخد قرض بعد كده بيها، وبعد كده بعد القرض تسدد بيه. يعني انت يعني في الاول في الاخر الناس اللي بتفكر بالطريقه ديت، او مثلا يقول لك ايه يلبس طوارئ، لا ويقول لك ايه بقى ده انا هاخد
كريدت كارد من بنك واسدد بيه كريدت كارد تاني من بنك تاني، فانا في النهايه اخد كاش باك مش عارف ايه. احنا ده يعني ايه استنصاح مبالغ فيه، وفي النهايه بنطلع خسرانين منه. فيعني انا عاوز بس اقول ايه، بدل ما انت عمال بتفكر كده ازاي انت هتضحك على البنك وفي الاخر انت مش هتعرف تضحك عليه، فكر ازاي ان انت تجيب دخل بطريقه يعني تكون افضل من كده. لكن ان انت هو ده دخل اصلا؟ ما هو مش دخل، هو نوع من انواع الفهلوه المبالغ فيها، وفي النهايه هياخد على دماغه بالبلدي. يعني ايه هتاخد قرض بضمان شهاده عشان القرض دوت هروح بعد كده مسدد بيه، او اخد شهاده تانية تسدد لي بيها القرض؟ ما هو في النهايه في رسوم اداريه اساسا بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو 2%، وفي ممكن توصل لاكتر من كده في بعض البنوك. وبعد كده انت لما تيجي تعمل سداد معجل ما هو فيها برضه بتاع حوالي 5%. طب انا دلوقتي لما اجي اسدد القرض، طب ما انا عندي قرض زائد الفايده اللي على القرض دوت. يعني انا مثلا لو انا مستلف 100,000 جنيه وعندي اساسا القرض ده الفوائد بتاعته 20% و 25%، ما دول هيدفعوا زائد ال 100,000، يعني هدفع 125 في السنه بالظبط في السنه. ده انا كده بحسب له في السنه. انت آه. بقى لو حسبتها 10 سنين، قرض 10 سنين حط بقى كل سنه 20% ولا 25% على حسب الفايده المحطوطه في الوقت ده، لان انت طبعا عارف المرتبات القرض بتاعها مختلف عن الشهادات والتفاصيل، يعني مش عاوز اخوض فيها. لكن في النهايه عاوز اقول انت مش هنصح من البنك، ولو انت انصح من البنك كانت البنوك بتاعت مصر كلها قفلت واحنا كلنا قعدنا في البيت وقعدنا نلعب اللعبه دي. لكن هي الطريقه طبعا مش كده. انت في النهايه معاك فائض من اموالك فبتعمل بيها شهاده، او انت محتاج تشتري حاجه معينه فبتاخد قرض من البنك. ايه نوع الادخار اللي تقول لا بلاش منه؟ انا مش هقول لك على فكره الحاجه اللي ما انصحش بيها، لكن في الفترات ديت ودايما في الازمات والصدمات الاقتصاديه دايما قبل النصاب في طماع. بيقول لك ايه، طول ما الطماع موجود سوق النصاب ايه ماشي بالظبط. فهو الفكره كلها في ايه، يجي حد يقول تاني هات الفلوس هشغلها لك، هو البنك هيديك كام 20%؟ ده انا هديك 70%، هديك 60%. يجي مديله اول شهرين 3 ويظهر مستريح جديد. على فكره الحكايه دي احنا شفناها بقالنا 20-30 سنه ولغايه اللحظه دي لسه بنشوفها، والناس ما بتتعلمش. ده اكتر حاجه انا يعني بحذر الناس منها وهفضل احذر الناس منها. راعي ان ده بيبقى نصاب وبيبقى طماع. وعلى فكره هيجي لك بقى في شكل ان هو رجل اعمال، يجي لك في شكل ان هو راجل مستثمر، مطور عقاري بقى مش عارف كل دوت دي مناسبه. انا بقول لك على المدخرات اللي كلنا عارفينها ومش هتتغير. عندك الذهب، عندك الشهادات الاستثمار، عندك الدولار، العقارات. بس هتقعد بقى تفكر في مين هيشغل لي فلوس ومين مش هيشغل لي، ده كلام يعني انا بستبعده تماما. لان على فكره الفترة اللي فاتت شفنا نماذج كتيرة جدا وناس بيتنصب عليها وبتروح مدخراتها كلها وبيبقوا طمعانين في 70% عائد وال60% ويفرحوا بشهرين، وبعد كده الكلام دوت ما بيبقاش موجود. الحاجة التانية، ما ينفعش تخش مشروع علشان يعني حد صاحبك كسب فيه وحقق فيه مكاسب فشرط ان انت لما تعمله يبقى تكسب. لازم تبقى فاهم انت عاوز تعمل ايه. يعني تلاقي مثلا عربية برجر كسبت فيلا كلنا نعمل عربية، مع واحد عمل مشروع ليه علاقة بالاكل يبقى كلنا. لا، لازم تبقى دارس انت هتعمل ايه وعارف وفاهم علشان لما تعمل مشروع تكسب منه. لكن لو انت ما عندكش النو هاو وما عندكش الخبره والمعرفه في ان انت تعمل استثمار، خلاص انا بقول لك حط فلوسك وحافظ عليها في ملاذات الامان اللي احنا اتكلمنا عليها. لكن لو انت عندك درايه بمشروع معين، حاول ان انت تعمل مشروع دوت، ومش شرط تخش لوحدك يا سيدي. شوف 3-4 من صحابك من قرايبك ووزعوا على نفسكم المخاطره، وفي نفس الوقت هيتوزع العائد وتبتدي واحده واحده الامور تكبر. انا دلوقتي معايا شهاده وخلصت، فلوسها رجعت لي في الحساب، اعمل بفلوسها ايه علشان احافظ على قيمتها من غير كلام مكلكع؟ بص، هو كده الاتجاهات كلها بقت الناس كلها عارفاها، سواء العقارات سواء الذهب. جزء تاني لما بيبقى في عمله اجنبيه يعني الدولار بيحافظ بيها على العمله بتاعته او بيحافظ على مدخراته ديت علشان التضخم. الفكرة كلها ان انت لازم تنوع ما بينهم. يعني دايما الناس دايما بتراهن ايه، طب انا احط فلوسي كلها دولار، طب انا احط فلوسي في عقار، طب انا احط فلوسي في الذهب. لكن دايما التنوع دوت. وفي نقطة تانية ناس كتير بتختلف فيها، شهادات الاستثمار. بالرغم ان يمكن العائد بتاعها اقل بكتير من معدلات التضخم والفلوس بتقل، لكن برضه في ناس بتبقى محتاجة مصروف شوية مع مرتبها مع المعاش بتاعها، فدي برضه لازم تحطها في حساباتك، ما ينفعش ان انت تستبعدها خالص. يعني اللي عنده معاه
معاش او عنده مرتبه مش بيكفيه وعايز حاجه تسند معاه، مفيش مانع يعمل شهاده. لان الذهب مش هيديله فلوس، وهي الفكره كلها انت بتحافظ على قيمه، لكن في النهايه في ناس بتبقى محتاجه عائد شهري او دخل شهري كمان يقدر ان هو يخليه يقدر يعيش ويقدر يواجه التضخم، لكن هيجيب بكل فلوسه ذهب وبعد كده ما يبقاش لاقي ياكل، ما دي برضه كارثه. طب لو عايز اقسمها بنسب، اخلي جزء من فلوسي قد ايه ذهب وجزء قد ايه دولار وجزء قد ايه في عقار، او انه يبقى مثلا قسط في عقار؟ بص هي تختلف على حسب اساسا المبلغ اللي احنا بنتكلم عليه. يعني لما يكون واحد مثلا بنتكلم في 50,000 ولا 100,000، اكيد موضوع العقار بقى بعيد خالص عن حساباتنا، فهو هيبقى قدامه حاجه من اتنين، يا اما ذهب يا اما هيبقى دولار. لكن الفكره كلها على حسب او مثلا شهادات الاستثمار هتبقى جزء برضه من الموضوع، لكن هي الفكره كلها المبلغ اللي احنا بنتكلم عليه. انت شايف دايما وكل الناس شايف العقارات اسعارها بقت عامله ازاي والعربيات بقت اسعارها عامله ازاي، فالمبالغ القليله جدا ديت تقدر ان انت ما بين الذهب وما بين شهادات الاستثمار، او حتى ممكن يخش الدولار بنسبه معينه. لكن هرجع واقول لازم ان انت تنوع قدر المستطاع، ولازم برضه ترتب حياتك على المبالغ اللي موجوده ديت. مش معنى ان انت معاك مدخرات 50,000 ولا 100,000 تحطها كلها في ذهب وبعد كده ما تبقاش قادر ان انت تعيش، ما بالظبط. ودي مشكله على فكره، وتبقى خلاص عاوز تستلف عشان تاكل وتشرب وانا معايا ذهب في البيت وانت جوه، معاك ذهب في البيت محافظ عليه زي فريد شوقي في البخيل وانا كده. وهو دوت اللي بيحصل. يعني الناس بتبقى لازم تراجع مره تانية او ثالثه ومليون سلوكياتها الاستهلاكيه. الاسعار بتغلى طبعا، كلنا بنشهد دوت وكلنا عارفينه، لكن ازاي ان انا اقدر اتعامل معاه واتعامل بفكر حتى اقتصادي يقدر ان يخليني اتماشى مع التضخم اللي مرتفع دوت، واللي اكيد مش هيفضل مرتفع العمر كله. اكيد زي ما الاسعار ارتفعت اكيد هيجي عليها وقت وتتراجع حتى لو بنسبه معينه. هي العربيات استثمار، العربيات زيها زي سلع كتيره جدا شهدت ارتفاع كبير جدا الفتره اللي فاتت، لان جزء من تقييمها مرتبط بالدولار واحنا بنستورد معظمها، فبالتالي اكيد اتحركت. لكن فكره ان هي واحده من الملاذات الامنه او اللي انا اقدر اراهن عليها، مش هقدر اوصلها لنفس المرتبه بتاعت الذهب والعقارات، لكن في النهايه هي حالها حال كتير من السلع اللي شهدت ارتفاعات. لكن الناس تقول لك طب اشتري دلوقتي ولا استنى شويه؟ هقول له هتستنى ايه؟ ما هو اكيد اسعارها يعني العربيه بمليون جنيه لو انت مستنيها تبقى ب 500,000 فانت هتستنى كتير قوي، مش هيحصل بالظبط. فانت لا، انت معاك ان انت تشتري، بس برضه هرجع جزئيه احنا كنا اتكلمنا فيها وهي ترتيب الاولويات. يعني بمعنى ايه؟ ما انت لما يكون معاك عربيه بتوديك وتجيبك يبقى مش لازم تصرف كل اللي قدامك واللي وراك عشان تبقى راكب عربيه زيرو، فانت لازم تبقى واخد بالك بالظبط. دي الفكره. طب سؤال مهم بقى، اكيش ولا اقسط؟ لا بص، انا دايما يعني موضوع القسط بيبقى فيه فايده، لكن في النهايه بيوفر لك سيوله تقدر تتحرك عليها. ودلوقتي بقى فيه تسهيلات كتيره قوي في موضوع التقسيط، وده مش في العربيات بس على فكره، ده في كل حاجه ممكن اشتريها. لا وعندك حاجات كتير بقت بتقدم لك يمكن زيرو فايده، يعني ابتديت تشوف برامج تقسيط كبيره جدا، بس راعي ان ساعات بيبقى فيه سم في العسل. بمعنى ايه هو بقى؟ ان انا ادينا الان السم في العسل معناها ان انا قسطت العربيه وقسطت الشقه وقسطت فبقيت مديون على طول. يعني تيجي واحد معاه شقه وعربيه وفي النهايه هو مفيش في جيبه 2 جنيه، ودي مصيبه. يبقى انا لازم انا عارف انا بقسط ايه لامتى، ومرتب الدخل بتاعي وزيادات الدخل بتاعتي تتناسب مع حجم الديون، علشان ما يجيش عليا وقت الاقي نفسي ايه ببيع العربيه عشان اسدد ديوني وابيع الشقه برخص التراب عشان اسدد ديوني. دي نقطه لازم اوازنها ما بين الدخل وما بين الدين اللي عليا. بالنسبه للناس اللي بتشتري دولار سوق سودا بتدولر فلوسها يعني علشان تحافظ على قيمه فلوسها، مع السعر ده انت شايف ده صح اصلا ولا غلط؟ احنا حتى لما بنتكلم على الدولار ان هو جزء من ملذاتك الامنه، احنا بنتكلم على ناس اوريدي متوفر عندها الدولار بقى من شغله من اي جهه اخرى، مغترب في الخارج مرتبه في مصر بالدولار او باي عمله اجنبيه، في ناس كتير بتشتغل في مصر بتاخد مقابل بالدولار. احنا ده اللي احنا بنتكلم عليه. لكن ان حضرتك تنزل من بيتك تروح تشتري او تتعامل في السوق السوداء، راح كمان الفتره الاخيره كان في حاجه اسمها بقى الدولار المجمد، وكان عندنا مشاكل ان في دولار كمان مزور موجود في السوق السوداء. يعني وارد ان انت كمان تتعرض لنصب واحتيال، وفي نفس الوقت محدش هيقدر ينجدك. هتروح للاسم تقول له اصل انا كنت بشتري دولار من السوق السوداء واتنصب عليا. فبالتالي لازم الكلام دوت يبقى في بالنا، لازم نبقى واخدين بالنا من التفاصيل ديت. فكره ان انا بحافظ على المدخرات، احنا قلنا ان انت عندك كذا بديل. يعني لو الدولار دوت مش
مرتبك او انت تقدر تحصل عليه. لا، انت عندك الذهب ده وضع قانوني وشرعي تقدر تتحرك فيه، عندك العقارات وده جزء مهم جدا من ذاتك الامنه، مش عارف تجيب دوت ولا دوت، عندك شهادات الاستثمار بتضمن لك ما ياخد من حوالي 20% عائد وزيرو ريسك، ما فيهاش اي مخاطره خالص. يبقى مش لازم تروح للباب اللي يجيب لك مشاكل ويعرضك ان انت ممكن تخسر مدخراتك كلها. ايه بقى قصه الدولار المجمد دي؟ الدولار المجمد دوت بيجي في وقت زي الحروب او الازمات اللي يعني ايه اصلا دولار مجمد؟ طيب، هي الفكره كلها ان بيجي في وقت من اوقات الفيدرالي بيحط مجموعه من التسلسل بالنسبه للدولار. انت عارفين دايما العمله بيبقى فيه سيريال محطوط كده، فهو بيجمع مجموعه من الدولارات اللي تم نهبها من بعض البنوك. يعني مثلا خلينا نقول على ازمه زي ازمه العراق في وقت ما، لما شفنا ان البنوك كان تم نهبها. بنشوف في دول اخرى ازاي ان الدولارات دي الفيدرالي بيبتدي ان هو يحط او يعلن للعالم كله ان مجموعه من الدولارات ديت لازم الحكومات تبتدي ترجعها له تاني عشان يطبع بدلها. فالمشكله في ايه؟ ان الدولارات ديت احنا شفنا في السوق الموازيه ان هو كان بيتداول باسعار اقل بكتير جدا من الارقام الموجوده. احنا بنتكلم في 25 جنيه و26 جنيه. بس هي المشكله في ايه بقى؟ ان انت لما بتشتري الدولار دوت، لو انت رحت بيه البنك وقلت له انا عاوز مثلا اعمل اعتماد مستندي ولا عاوز استورد حاجه، ساعتها يقول لك ايه؟ انت جبت الدولار ده منين؟ ده الدولار اساسا البنك ما طرحوش، فانت جبته منين؟ جبته من السوق السوداء، فبقت قضيه وبقت كارثه. وبالتالي مش هيعرفوا منين؟ ما هو كده البنوك كلها معاها السيريال، لان الفيدرالي مش بيقولها لشخص، ده بيقولها لكل البنوك المركزيه على مستوى العالم وكل البنوك. فبالتالي عندهم السيريال بتاع الدولارات اللي هي المجمده ديت، او خلينا اقولها بمصطلح بلدي الدولارات المضروبه ديت. هي مضروبه مش عشان مزوره، لكن هي مضروبه لان هي مجمده ما يقدرش ان انت تستخدمها. ففي النهايه انت مش هتقدر ان انت تودعها في الجهاز المصرفي. طيب ليه ما حدش حس ان هي فيها مشكله؟ لان التعاملات كلها في السوق السوداء، يعني بمعنى واحد بيشتري وبيخليهم في البيت وبعد كده يبيعهم لواحد تاني، فهي ايه؟ جزء من مدخراته. لكن لو حد ابتدى ياخد الدولارات ديت ويدخلها للجهاز المصرفي علشان يستورد سلعه ولا عشان هيسافر ولا ايا كان اللي هو هيعمله، بالتالي هتظهر طبعا الدولارات ديت وهيبقى يعني في مساءله قانونيه. انا مش مشكلتي كمان في ان الفلوس ضاعت عليه، لكن في مساءله قانونيه. انت جبت الدولارات دي منين؟ هي دي القصه. الناس فاكره ان انا لما كبنك مش هسالك على مصدر الاموال، وده يمكن تم اعلانه في فترات، مش معناها ان انت تجيب لي دولار مجمد او دولار مزور وان انا اسيبك تمشي. لكن انا ممكن استبعد جزئيه المصدر ده منين وبتاع. ده كان نوع من انواع التسهيلات اللي البنوك او بعض البنوك قدمتها الفتره اللي فاتت. لكن هتجيب دولار مزور واقول لك اصل مش عاوز اسالك عن مصدر، او هتجيب لي الدولار مجمد وانا اقول لك مش عارف. فلازم ناخد بالنا من التفاصيل دي.